بعد صراع طويل مع المرض، رحل الفنان مصطفى فهمي، إذ خضع في أغسطس الماضي لعملية جراحية دقيقة في المخ لإزالة ورم. وبعد أن أجريت لمصطفى فهمي عملية جراحية في المخ لإزالة الورم، تدهورت حالته الصحية حتى وفاته. وكشفت مصادر على أنه رحل اليوم قبل وصوله للمستشفى. وأكدت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان القدير مصطفى فهمي عن عمر يناهز 82 سنة، شقيق الفنان الكبير حسين فهمي. ويذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمي فيلم أهل الكهف الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية. ويشارك في بطولته خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وريم مصطفى وأحمد عيد وصبري فواز وبسنت شاوي وبيومي فؤاد وهاجر أحمد وأحمد وفيق ورشوان توفيق وأحمد فؤاد سليم وجميل برسوم وعدد من الفنانين الذين يزورون كضيوف شرف. وتأليف أيمن بهجة قمر وإخراج عمرو عرفة. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.